الحوسنه والهرسك قضيه انحلت والشيشان انحلت. إلا شارع الأمل الذي يبدو أنه قد فقد الأمل من هذا الاسم، بدايته من تقاطع الجمعية المرتبط بحي النهضة وتقاطع جامع القائم، وصولا إلى تقاطع مستشفى الحسين وفلكة الأوقاف وبفرعيه الذهاب والإياب، حيث أصبح يعاني الأمرين بعد أن فقد الجانب الأيسر بالكامل الذي تحول إلى طريق شبه ترابي بسبب الحفر والمطبات والتشققات والتخسفات وبرك المستنقعات، والمعاناة وصلت إلى اندثار الجزرة الوسطية الترابية وجعلها خنادق لجمع النفايات والأنقاض. أهالي المنطقة عبروا من خلال أحاديث لهم عن جزعهم العميق للإهمال الكبير الذي أصاب هذا الشارع، والذي يعد حيويا كونه أساسيا في المنطقة ورديفا لشارعي حي النهضة من جهة وشارع الإسكان الرئيسي من جهة أخرى. هسه مرات احنا من يصير الشتاء ويصير المطر وتمطر يغرق عندنا هذا الشارع، شارع مستشفى الحسين. مستشفى الحسين، يعني لا سياره طبله وحتى اللوري ما يقدر يطبله، اللوري هذا ايش قد عالي ما يقدر يطبل لان يغرق من الماء. اذا طقت المجاري غرق هذا الشارع، واذا طقت المجاري هاي من هنا غرق هذا الشارع. هذا شارع انهمل، يعني الهمل مو اليوم، الهمل من زمان. حطوا اناره، هاي اناره، هاي مو هاي الاناره كانت اناره عاليه، راحوا بدلوها جابوا اناره، هسه نص يشتغل ونص ما يشتغل. يعني يلقى مرات يشتغل هذا ذاك ما يشتغل. الشارع هذا انهمل من الزباين، من يعني ماكو خدمات، ماكو بيه خدمات. يشتغل بسايد اول يشتغل بسايد واحد، هذا سايد كان سايدين. نعم. هذا ترك السايد لان شنو قام طلع مثل هذاك السايد، هذا سايد ما تنعرف، تعب من الاهالي، تعب من الانقاذ، تعب من شوف مدارس. هسه مدارس، هذيك مدرسه الموده، هاي مدرسه اهليه، يعني اعلى مدرسه واحسن مدرسه بالديوانيه يجوز، على شارع مهمل، على شارع صار ثاني. هذا الشارع حيوي، شارع حيوي، هذا شارع المفروض اناره، والمفروض يعني من كل النواحي به، لان هذا شارع رئيسي يرتبط بين بالديوانيه، يرتبط بالاسكان، من هنا على يعني 4 نواحي به، يعني 4 منا خط يعني 4 شوارع. ليش هيك ما ادري، سطالب الحكومه اخذت نوال، زين الحكومه شوفه، قاعد تشوفه والله شوفه. زين انتم يعني هسه انا يوميا تنوع السيارات تجي من الولايه على هذا الطريق. بالنسبه لكم انتم كاهالي وصلتوا صوتكم مثلا؟ والله يا عمي وصلنا اجى قايم مقام لهنا، اجى قايم مقام البلديه لهنا. هاي هسه هاي شوف ذيك القصبه، نعم. هاي القصبه، هاي شوف هسه هاي القصبه يعني بنص الشارع، نعم، بنص الشارع. قالوا راح نسوي منتزه، حفروا وخلوا النوم. هسه لو نخليها على الاولي احسن. هسه النوم حتى تكرم الحيوانات قامت تنام بيها القصبه هاي، لا منتزه ولا عم هواي تعبنا المناشدات، تعبنا من الحكي، اخر شيء امرنا لله وسكتنا. الشارع تعبان، الشارع سايدين اولا، وثانيا هو سايدين هذا بس السايد صاير خدمي وحتى ما ينمشي، والشارع الرئيسي تعبان كلش منتهي، وتشوف بعينك هاي زبايل وش اسمه وكذا، ما الوضعيه تعبانه حيل، خاصه هو هذا الشارع. انتم بالنسبه لكم بالشتاء مر عليه اكثر من مره، هاي الجهه كلها تغرق. هي مو بس بالشتاء، هو هسه احنا بالصيف وتجي ايام ما ينمشي من المي. وبالشتاء بعد لا، احنا سوينا طريق ثاني، في سبيل طبل الشلبيه. منين هو الشارع؟ من بدايته لنهايته، وهي بالخصوص الشلبيه كلها تعبانه. هذا شارع الامل اللي يسمونه الامل منتهي، الشارع هذا مال تقاطع المستشفى، مال مستشفى الحسين كذلك، هذا شارع مال الجمعيه سايدين همين، هم سايد واحد صاير واثنيناتهم تعبانات. يعني من ما تجي الشلبيه انت احسب نفسك سيارتك او تمشي مشي ما تقدر تمشي. اليوم هذا الشارع كلش تعبان، يعني لا خدمات به، يعني شنو اجى هو من شمل من التبليط، قالوا شمل به التبليط هذا بس ماكو اي استجابه، اي ماكو. بويا قعد تقريبا قبل 4 اشهر، ها يابا ليش هيك شيء ماكو، يابا ليش ما تدري اسمه ماكو، ولا الواحد اجى ولا واحد سوى انا كردوها شويه بالهذا بالجريدر وكل شيء ماكو، قال احنا نبلط وهذا يومه كل شيء ولا شفنا ولا شوف يعني هذا موقع شارع الله عليك، موقع شارع. زين هسه الجزره الوسطيه يعني بين مكان ومكان مسوينها احواض، بويا احواض مش اسمه ماكو، يعني الشارع يوميا يحفرونه، تكومت الزباله حفروها وقال شوف يعني هاي شارع، وشوف شارع يعني عام والله لك الشارع يربط هسه هذا الاسكان، يربط الجمعيه، شايف الشارع شوف ما شو تسوي بتحكي والله العظيم من دوله يعني كلش تعبانه. انا بعد ما احكي من المحافظ لازم يجي يشوف هذا شارع الامل،
لازم يشوفه يمشي بيه يشوفه. هذا ماكو هيك يعني شيء الزباله والشوارع ماكو يعني لسه ما جاء واحد وسواه. يعني تقول دعوتكم دعوه المحافظ ان شاء الله يجي ويشوفه. هو هذا شارع الامل لازم يعمل وشيء. سواق مركبات عبروا أثناء طريقهم عن سخطهم تجاه ضعف المتابعة الحكومية لشوارع المنطقة، وخاصة ما يسمى بشارع الأمل وتقاطع مستشفى الحسين، وتساءلوا عن الحلول. حد الآن ما تبلد بحياته، بال 2003 لحد الآن ما تبلد ولا وصلوا له. نعم. يعني كل الخدمات بهاي المنطقة ماكو. نعم. واحنا السيارات هنا أكثر شيء تاكسيات على باب الله، والسيارات تدري غالية وبالنسبة لهم على راسك. الله يسلمك يا خالد. انظروا له شوفوا لا تدرون. ان شاء الله والله. والله هذا الشارع يمكن بكر صدام محطات بكر صدام هذول القسات ولا يذكرون ولا واحد يسوي ولا واحد يوصل. وين ما ناكله وين يودون؟ وين فلوسنا يودونها مال؟ هذا الشارع وشوفه. الديوانية خليه يندلون. شكرا لك. هلا مرحبا. على راسي يا حبيبي. على راسي. ان شاء الله حبيبي. والله وديك هاي صار 20 سنه. ايه. بوسنا والهرسك قضيه انحلت، والشيشان انحلت، نعم. اسرائيل ان شاء الله راح تصير، وقضيه هاي النقره ماكو. نعم. سلام العيني، وهاي النقره مالته لا محافظ، لا رئيس مجلس، لا ديوان محافظه، لا بلديه. لا اللي تعالوا شوفوا حالنا هذا، شوفوا المنطقه، شوفوا النفايات، تعال شوف طب المنطقه، شوف بس دير الكاميرا على هالجهه. شفتها. يعني حاله تعبانه وماساويه، نطلب انه الجهات المسؤوله المختصه تتدخل وتشوف حال هاي الناس خطيه ومشكور يعني. على راسي شكرا لك. صور ومقاطع مأساوية من أرض الواقع نضعها أمام أنظار الحكومة المحلية في الديوانية والدوائر ذات العلاقة، عسى أن نجد لها الحل والمتابعة وإعادة الروح والأمل لشارع الأمل. لوكالة الشهادة الإخبارية إبراهيم الشباني، الديوانية.